هل مشروبات الطاقة خطر على القلب؟ لما تيجي تشرب مشروبات طاقة حاول تقرا المكتوب على العبوة ذات نفسه، هتلاقي ان هي اول حاجة متحددة لاعمار معينة، يعني اقل من 16 سنة المفروض ما يشربهاش. تاني حاجة هتلاقي فيها مكونات نسبة عالية جدا من الكافيين. طب هل الكافيين فعلا صحي؟ الكافيين بنسب معينه صحي ومعامل اكسده كويس، ودليل ان الكافيين موجود اساسا في البن والقهوه، وده حاجات مفيده وفيها نسبه معامل اكسده عاليه جدا بتفيد الانسان. بس الاكثار منها والتركيزات العاليه جدا اللي بتبقى موجوده في مشروبات الطاقه دي ممكن تاذي الانسان ذات نفسه. ليه؟ لانها ممكن اول حاجه تزود معدل ضربات القلب، ولو كان هو مريض ضغط او ست حامل او حد عنده مشاكل اخرى في القلب، لو زياده الضربات القلب دي لا قدر الله ممكن تسبب ان هو الحاله تتضاعف جدا، وممكن لا قدر الله يدخل كمان مستشفى. فعشان كده ما نحاولش على قد ما نقدر ان احنا نشرب مشروبات طاقه. هي لو موضوع امن جدا ما كانوش كتبوا ان كل الناس دي ما ينفعش تشربها، لان للاسف دلوقتي الموضوع بقى ترند، البنات صغيره عندها 14 سنه كلهم عايزين يشربوا مشروبات طاقه. الموضوع ده مش صح خالص، والاهالي لازم يبقى عندها الوعي اللي هو يمنعوا اولادهم ان هم يعملوا حاجه زي كده. ما نحاولش ان احنا يعني عشان نبقى شبه الناس وبنعمل الترند وكل حاجه ومتصورين جنب كذا وكذا، الموضوع ده مش صح. على قد ما نقدر نحاول نحافظ على صحتنا، وقبل ما نيجي نجرب اي حاجه موجوده على النت دلوقتي واخده الترند لازم نشوف هل الموضوع ده ينفع معانا ولا لا.